ايه ده يعني؟ هو انا مت؟ هو ده المستقبل اللي هو بيقول عليه؟ حسين احمد حسن وريم احمد حسن، ولكن القدر اختارني ما بين كل الناس دي عشان انضف اليوتيوب، والمذكرة دي هتساعدني في ده. مسافة ما اكتب اسم اي حد فيهم هيموت. خلينا انا لسه قاعد كده لحد ما القطبين يصحوا وانا لسه قاعد هنا في الزمن ده. السلام عليكم. عليكم السلام. انت مين يا عم انت؟ مالكش فيه، متعرفش حد هنا اسمه شادي؟ ايوه انا شادي، عايز ايه؟ طب بص انا جايلك من طرف افطار ركن، هو بيقول لك خد الورقه دي وهتعرف ازاي ترجع زمن. وريني كده. ايه ده ما شاء الله، اراكو بيكتب برجله، بس ماشي يا عم شكرا. هو راح فين؟ ما علينا. لكي ترجع زمنك عليك قول باسنج سي وانت مغمض عينك. ايه ده بس كده؟ او باسنج سي. ايوه كده نبدا في مهمتنا بقى. عشان اخلق يوتيوب نظيف لازم اموت كل الناس اللي بتعمل محتوى خرا، وبعد لما يموتوا اليوتيوب هينضف. شخص معين لازم يعمل حاجه، وحتى لو كركوا جه شخص تاني وخلاه ينضف اليوتيوب مفيش حد هيقدر انه ينفذ المهمه دي، ولكن انا اقدر. انا الوحيد اللي اقدر انضف اليوتيوب، وهستخدم مذكره الموت عشان اصنع يوتيوب افضل. البت اتهدت ثواني. نادي ايه يا ابني؟ بكده هكون قتلت كل واحد بيعمل محتوى سيء على يوتيوب، وبكده اليوتيوب هينضف. ياه، الواحد بقاله شهر ما فتحش اليوتيوب. لما تشوف لما نضف بقى عامل ازاي. ايه لا يلا بينا. ايه ده؟ ايوه حاضر يلا. معقول ده يحصل؟ يا اهلا وسهلا بكل المتابعين، عاملين ايه؟ لا دي كده ظابط قوي. يعني انا بعد ما قتلت الناس دي كلها لسه اليوتيوب برضه منضف. يا ترى بقى اقدر ارجع الناس دي تاني ولا لا؟ يعود كل شيء كما كان عندما يكتب اسم صاحب المذكرة. كتبت اهو، مفيش أي حاجة حصلت. للأسف أنا فشلت. ممكن فكرة قتل الأشخاص اللي بتعمل محتوى سيء ما كانتش الفكرة الصحيحة، لأن الشخص حر في اللي هو بيعمله، وعشان اليوتيوب ينضف فعلا لازم نفتح عقولنا شوية.
は全て捨てた